السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. وحشني من الفيديو اللي فات. في ناس والله بتكتب لي كومنتات جميلة بتسعدني، ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين. حبايبي كلكم والله، اخواتي وحبايبي، ربنا يسعد قلوبكم يا رب على الكلمة الحلوة الطيبة، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. تعالوا بقى قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا فلسطين، يا رب يقويهم ويصبرهم على المحنة اللي هم فيها، طلعها منهم على خير يا رب العالمين، ويقويهم يا رب، ويجازيهم ربنا صبرهم، ويجازيهم الجنة ونعيمها يا رب، هم وأولادهم وحبايبهم يا رب العالمين. تعالي بقى يا ست الكل أقولك تخزني من السنة للسنة التوم بتاعك مع هريسة الشطة، مع هريسة الفلفل الأحمر، مع توم، مع حاجات كده انت بتحتاجيها طول السنة. ما فيش بيت بيستغنى عنها، يوميا تقريبا يوميا انت بتحتاجي التوم مع الهريسة الشطة مع الفلفل. حاجات يعني حاجات اسمها مطبخ البيت عندنا. الحاجات دي توم مع بصل، اسمه مطبخ البيت. انت بتحتاجي له كل يوم، ما فيش استغنى عنه. تعالي اقولك تخزنيه بطريقة ازاي من السنة للسنة. مش هتحتاجي بقى كل شوية تعملي لا هريسة ولا توم ولا فلفل ولا الكلام ده. هو انت هتتعبي يوم، هتقفي وتتعبي يوم، بس هترتاحي بقية السنة بقى. بتطلعي وبتعملي على طول من غير لسه تقشري تعملي على طول بقى. بيبقى قاعد زي كأن لسه عاملاه دلوقتي. والله انا بخزن اكتريت حاجتي، بخزنها ما شاء الله بتبقى زي كأن لسه عاملاها دلوقتي. طريقة جميلة. ام سلمى اهي نضفت التوم. انا بنضف التوم يا جماعه، ما ازاي توم بره انا جبته هوريهولكوا هنا، وانا بعبي في الشنط وفي البراطين برطمانات. التوم بقشره، ربنا يرزق الجميع، لكن التوم والله بيجيني ما بيعجبني، كله قشر، عبارة عن قشر. لكن انت تعمليه في البيت افضل واحسن كتير. يعني انا بصوا لو شايفين في الطبق ده مفصصاه، حتى القشرة اللي في النص ما بين الفصوص انا شايلاها، الفص بس اللي بقشرته الخفيفة اللي من بره، لان هو طري ولسه منزوع من الارض، فهو لسه طري، فالقشرة بس اللي حوالين الفص بس. لكن القشر اللي ما بين الفصوص دي، القشرة دي انا بعينها بشيلها، مش بخلي اي حاجة. بصوا الفرق، الله اكبر ما شاء الله. انا لا بنعمه ولا بخليه خشن، ما بحبش الخشن ولا الناعم قوي، هو الوسط بس. آه بتقطع مثلا. انا تهت يا اولاد، حد يركز معايا طيب. بصوا ده الفلفل بقى. انا هنا كنت خلصت كمية التوم بتاعتي، هنا بتوريكم بقى مقطعة، هي محضرة كل حاجة مرة واحدة. هنا خلصت الكمية بتاعت التوم ما شاء الله. بصوا بتوريك التوم وبياضه جميل. لا انا جايبة توم من بره يا ولاد، مش عجبني، كله قشر وكله حاجات ما عجبتنيش. هنا ضربت الفلفل اهو، هرس الشطة. هي يعني انا فطرت، وبعد الفطار اخدت السهرة بقى على حاجتي، ما دي اللي هتريحني بقى. لازم اتعب شوية بس هتريحني. كده كده بعد الفطار الواحد بيقعد وبينتخ كده. لا اعملي بقى وانت قاعدة. يبقى يوم بتعملي فيه اكل، ويوم ما اعملي فيه الحاجة. ابني رايح جاي في ايه، في ايه يا حمو؟ ما تقعد يا حمو. ما علينا. هنا خلصت هرست الشطة. بقى دور الفلفل الاخضر ده برضو حامي، فلفل اخضر حامي. هو هتحطهم مرة واحدة لان انا مش عاملة كتير. الله اكبر ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب العالمين. لما تيجي تضربي التوم ما تحطيش ملح، اول ما تضيفيش ملح اول ما تضربيه عشان ما يعملش ميه معاكي. ضربتين 3 كده ضيفي معلقه الملح بتاعتي. انا بس بجري الفيديو علشان ما يطولش معايا. الفيديو ده اكتر من ساعتين والله العظيم، يعني الكاميرا كانت مفتوحة عليا وانا بعمل ده كله اكتر من ساعتين. قعدت جهزت حاجتي، بس انا اختصرته ليكم في 16 دقيقة. انتوا مش هتستحملوا بقى. وانا عارفة ان انتوا بتجروا الفيديو، انا عارفة، بس يلا، الله المستعان. هنا ضربنا الفلفل. تعملي ايه تاني يا ست الكل؟ العروق بقى اللي طالعة من التوم، دي عروق انا بعملها بس لحاجة واحدة بس. انتوا بقى براحتكم تعملوها لكذا حاجة، بعملها بس الشوي السمك، بحبها بس لشوي السمك، مش اكتر من كده، مش بستعملها في اي حاجة تاني. في ناس بقى بتضيفها لخلطة المحشي، في ناس بتضيفها لأي حاجات تانية. لا، انا هو بس خلطة السمك المشوي، الدقة بتاعته باخد معلقتين بس. هنا الفلفل الاخضر، ام سلمى حطيت له حبة ملح وتوم، خلطته بالثوم على فكرة. زي ما بقول لكم انا بجري الكاميرا، هي بتعبي البرطمان ده للتلاجة عندي، ده للتلاجة عندي. يعني البراطيم اللي انتوا هتشوفوها، البرطمانات دي اللي انتوا هتشوفوها دي في الباب التلاجة عندي لاستخدام اليوم. ده برطمان بقى فلفل احمر اخضر مع فلفل اخضر مع توم. ده بقى تعملي بيه سمك، تعملي بيه اللي انت عايزاه، خلطاتك اللي انت عايزاها بقى. كبدة اسكندراني معلقة مع فلفل اخضر، معلقة مع توم بفلفل احمر. انا عاملة برضو توم بهريسة شط، خلي بالكم. باخد معلقة من هنا ومعلقة من هنا، بعمل الكبدة بتاعتي، بحطها لخلطة المحشي براحتي بقى، اللي انت عايزاه بتعمليه. هنا هريسة الشطة لازم حبة زيت في قلبها، بعملها كده. ان شاء الله عليك يا ام سلمى. تنسوش اللايك يا جماعة، انا عارفة اللي وصل معايا لغاية هنا، اللايك اهم حاجة. والله انا تعبت في الفيديو ده، انا بقول لكم قعدت فيه سهرة كاملة. انتوا عارفين التوم اللي انا بخلطه ده اهو، لو انتوا شايفينه، انا ما قربتوش على الكاميرا. التوم ده اللي انا مشتريه من بره، كله قشر، عبارة عن قشر. فانا استغليته بقى، انا ما بحبوش في الاكل قوي، مش عاجبني. فانا استغليته بقى وخلطته مع هريسة الشطة. مليت علبتين هريسة شطة صافي. لكن هنا عاملة برطماني بقى للبيت عندي للتلاجة، استخدام اليومي، و... والباقي هعين. ابني جايب لي حاجة ساقعة، شكرا يا حمو، شكرا يا ابي حمو. الماما تعبانة بقى، تشرب الست، اشربي يا ست ام سلمى. الماما تعبانة بقى. وشغالة خلطات بقى من اول هنا بتعبي العلبة دي، بتشيل كتير على فكرة، ما شاء الله، كبيرة هي مش صغيرة، الكاميرا ظلماها، شالت كتير. يعني انا مليت 2 هريسة شطة وواحدة توم. البرطمان ده للتلاجة عندي، مش هدخله الفريزر، ودي هشيلها بقى في الفريزر. العلبة دي مش محتاجاها، ان خليت برطمان بره. وبرضو مع ده كله هخلي علبة هريسة بره، علبة هريسة شط. انا يا جماعة بجيب بصوا، مش لازم تجيبي 30 كيلو عشان تقدري تخزنيهم، هو بياخد وقت وتنظيف. فانتي هاتي بال5 كيلو اعمليهم. انا كنت جايبة 7 كيلو، كيلو على 20 جنيه. يعني اللي انتوا شفتوه ده 7 كيلو، وكان عندي بتاع كيلو الا ربع قديم، اللي هو بقشره ده ما عجبنيش، فاستغليته في هريسة الشطة والفلفل الاخضر، خلطتهم على بعض.
خليت توم صافي بقى البيتي اللي انا عاملاه على ايدي، برطمان كده توم صافي. بص التوم اللي انا هرساه على ايدي اللي انا ضرباه جميل ازاي، الله اكبر ما شاء الله. العلبة دي بتشيل كتير. انا استخدامي بقى في ناس بتطلع مكعب وتدخل تاني ومش لا، ما تملي علبة وحطيها في باب التلاجة، ما بيعملش ريحة ولا حاجة. حطي كيس، هي حمو، حطي كيس في العلبة وسيبيه في باب التلاجة، والله ما بيعمل ريحة. حطي في حماية، لو انت بيعمل ريحة عندك، انا ما بيعملش ريحة ولا اي حاجة. حطي في حماية عندك في الباب، هتشد اي روايح عندك في التلاجة. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا كنت بملى بقى حق التوم اللي انا مفرزاه ده، تعبي في اكياس كده، عبي في اكياس علب عندك. انا اي علبة بستغلها ما برميهاش، علب بتبقى صحية نظيفة، ما بغسلها كويس وبشيلها. انا عارفة ان انا بستخدمها في ايه بعد كده. بص هنا بتعمل اكياس زي ما انتوا عايزين، علب اكياس زي ما انتوا عايزين. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زمان والله اجدادنا امهاتنا كانوا يعملوا اوضة خزين دي في البلد عندنا في الصعيد، يعملوا الثوم والبصل والدقيق، خزين البيت كله. بيعملوا أوضة ليه وحديها، بيبقوا قافلين عليها وبيحتاجوا حاجتهم بيجيبوها. كان الزمان بركة يا ولاد، كان الزمان حاجات جميلة وبركة. بصوا التكييس بتاعي ده عشان ما ياخدش منك مكان كمان في التلاجة. عملت 10 اكياس. بتوريكوا التوم بقى اهو، بتوريكوا التوم اللي هو كنت جايباه مفروم جاهز من كله قشر، والله كله قشر، وغير اللون بتاعه ما عجبنيش اهو. بصوا والله كله قشر الا اللي انا عاملاه على ايد، الله اكبر. بص ده من ده، بتوريكوا بقى اللي على ايدك غير اللي انت مشترياه. ما تكسليش بقى. ما شاء الله عليك يا ام سلمى. بشكر بشكر في نفسي وانصح نفسي. يا اولاد مالكوا زعلانين ليه؟ بنصح نفسي كده عشان اعمل على طول، لازم اعمل على طول الحاجة اللي بتريحني. ده التوم القديم بتحطه تاني، هي فضته بس بتوري لكم. البرطمان ده انا بخليه في التلاجة عندي في البيت. نرجع بصوا هتضيف زيت حلو، الزيت بيحافظ لك على الحاجة. والله الشطة دي بتقعد معايا قد ما بتقعد، والله العظيم بتبقى زي اللي عاملاها زي دلوقتي، زي ما انت عاملاها دلوقتي. كنت قاعدة في الصالة بقى ومربعة وشغالة، انا ما ينفعش اقف في المطبخ على الرخامة، عشان كده عيالي وجوزي رايحين جايين عليا، رجلهم باينة ومعلش يا ولاد لا مؤاخذة يعني. حتى التوم اللي خزنته اهي، البرطمان ده اللي في التلاجة بقى، ده انا نسيت اضيف له ملح. العروقة بتاعت التوم هي ضافت له حبة ملح وحبة زيت وكيسته. دي انا بطلع الكيس بخليه بفضيه في برطمان لشوية السمك. انا بشوي سمك كتير على ايدي في البيت، بيبقى احلى من بره بكتير. لما اقول لكم الطريقة يبقى سمك جميل والله. انا ضافت حبة زيت مع ملح. الاكياس دي اللي انا فرستها، انتوا ممكن تحطوا 10 اكياس على بعض وفي كيس كبير وتروحي رابطاه، ما بيعملش معاكي اي ريحة. في ناس بتشكي لا انا ما بيعملش معايا ريحة، بس انا عاملة درج وحديه. يعني انا تلاجة الله اكبر الفريزر كل درج وحديه، فانا عاملة ده درج وحديه. الشطة مع التوم مع كله ده درج وحديه. لو حبيت
خزن معاهم ملوخية او بامية عادي بتتخزن معاهم، لكن اي حاجة تانية لا. بس درج وحدي ما بيعملش ريحة ولا حاجة. شايفين التوم وحلاوته؟ شايفين؟ الله اكبر، الله اكبر، ما شاء الله. لا منعماه ولا خشن، لا، المعقول اللي انتي بتدوقيه على ايدك في الهون المعقول. الله اكبر ما شاء الله. وبصوا كان السهرة بس هتريحني. انا ما عملتش كتير على فكرة، هما 7 كيلو توم اللي انتوا شايفينهم دول. يعني انا لسه هجيب تاني واخزن، مش هيعملوا معايا حاجة، بس على قد ايدي. اللي على قد ايدي انا بعمله. معايا 100 جنيه بنزل بجيب بيها، معايا 50 جنيه بنزل بجيب بيها. مش لازم تجيبي كميتك مرة واحدة. لو هتجيبي مرة واحدة، انا السنة اللي فاتت يا ولاد ما خزنتش ولا واحدة ولا كيلو، قسما بالله انا مشترية التوم في اخر السنة ب100 جنيه. فحرام والله حرام. فلا خزني، هاتيلك بال3 كيلو اعملهم وانتوا قاعدة كده بعد الفطار. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.